هلا والله، ازيكم عاملين ايه؟ لو انت فاكر انك شفت اغرب انواع سيناريوهات انمي الايسيكاي، فالنهارده انا جايب لك سيناريو اجمل. وطبعا مش هتكلم عن الانمي كامل لان يعني انت فاهم. المهم ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا. بنبدا بصوت انفجار وناس بتجري وسط بيوت محروقه زي كل الانميات، حاجه طبيعيه جدا يعني. وبنشوف اخر حراس القريه بيتم قتله عن طريق 3 من الأورك، وبنشوف راجل بشري داخل عليهم وبيقف قدامهم، فبيسالوه انت مين؟ بيقول لهم اسمه اللي انا مش مهتم بيه. طبعا الأورك زي كل السيناريوهات هيتريقوا على البطل ان شكله ضعيف ولوحده، وبصراحه معاهم حق. بيقول لهم الاحسن انكم ما تهاجمونيش. بيتعصبوا وبيهجم عليه واحد، وفي لحظه بيخرج صخر من الارض وبيدخل في بطن الأورك، وبنلاقي بنت هي اللي هجمت عليه وبتكمل هجوم على الباقي. طبعا هتقولي اكيد زميله ليه في العالم ده، اقول لك اصبر يا عزيزي اصبر. بنروح بقى لمشهد فيه بطلنا بينقذ في بنت والعربيه بتخبطه زي كل الانميات، فاهم؟ وبيتضايق ان في لعبه ما صدرتش قبل ما يموت، وبيقول يا ترى في العاب في العالم التالي، وايه هيكون رد فعل الجميع لما يعرفوا اني مت. وبيظهر ضوء بيسحبه لعالم تاني، ويبدا يشوف تنانين وسلايم، وبيبدا يتمشى في القريه وبيقول انها اشبه بالالعاب او شبيهه باوروبا من القرون الوسطى، بس الكل هنا بيتكلم ياباني. وبعدين بيروح لمحل رهن بيبدل التليفون بتاعه بفلوس، وبيقول للبائع انه من حضاره قديمه التليفون يعني، فبتقول له هشتريه منك ب 500 ماني. مش ماني، ده ماني دي عمله العالم. وبيروح نقابه المغامرين عشان يسجل نفسه كمغامر وياخد اول مهمه ليه، فبيروح لموظفه الاستقبال فبيقول لها ان دي تجربتي الاولى. بتجيب له موظفه الاستقبال استماره القبول، وبتقول له انه مجرد ما تكتب اسمك هتبقى مغامر رسمي. وبتقول له انصحك بمهمه اصطياد الارانب القاتله لانها مهمه صيد بسيطه. تفتكر يا عزيزي المشاهد هتكون مهمه بسيطه؟ لا والله ابدا. بيقابل قدامه ويفرن اول ما بيخرج، يعني فاهم؟ اول ما بيخرج كده من للمهمه بيقابل ويفرن قدامه، وهو بيجري من الويفرن بيفتح نافذه الحال عشان يدور على اي مهاره غش بقى، فاهم؟ هو جاي من عالم تاني، فكل الانميات بقى يبقى عنده مهاره غش، بس بيلاقي انه ما عندوش غير مهاره رمي الحجار مستوى 1 اصلا. فبيدور على احصائياته الاساسيه بيلاقيها ضعيفه خالص، فبيجرب يرمي الحجر وبيستعمل مهارته، فالحجر ما بيترميش 1 متر على الاقل يعني. ويبدا الويفرن في الاقتراب منه، فبيقع على الارض وخلاص هيموت، فبيفتكر اخته ويبدا يكرر اسمها وبينادي عليها، فبتظهر نفس العلامه اللي ظهرت لما وقع من السماء وبتنزل منها اخته. فبيهجم الويفرن عليها بوابل من النيران، لكنها بتنط ومش بيلمسها اي حاجه، وبتقول انها حاسه ان جازتها خفيف. ما طبيعي يا بابا، طبيعي. وبتجمع قبضتها وبتدي الويفرن لكمه تنهي عليه من ضربه واحده. اخوها بقى بيشرح لها انهم في عالم تاني، وبيسالها هي جت هنا ازاي. قالت له انها سمعته وهو بيتكلم وهو مغمى عليه في المستشفى وبيتكلم عن عالم تاني، فتوقعت ان روحه اتنقلت لعالم تاني، فضربت دماغها في الحيطه وجت هنا ومش عارفه ازاي ترجع، بس اهم حاجه انها معاه. تقول ايه العبط ده؟ هقول لك المخرج عاوز كده يعني. وهنا يا صديقي بطلنا بيكتشف ان القصه عن اخت الشخصيه القويه. ايوه بالظبط، المؤلف بعت اخوها فتورط انه عمله ضعيف، فقال لك بس احنا نبعت اخته معاه، مع ان كان ممكن يخليها البطله من غير اي عبط، بس هنقول ايه، المخرج عايز كده. نرجع لاول مشهد واخته بتقتل اخر اورك، يقول لها اخوها يا جماعه انا مش هقول اسامي يعني، فاهم؟ انت لو بتسال انا ليه ما بقولش اسامي، انا مش هقول اسامي ما دام الحاجه مش عاجباني فمش هقول اسامي. يقول لها كالعاده انت اسيا. بتقول له ازاي كان ممكن اسامحهم؟ بيقول صحيح اكيد زعلت على كل اهل القريه اللي مات. بتقطع افكاره العظيمه دي بان الاورك قالوا عنك انك تافه وكان لازم يموتوا. يخرج اهل القريه وبيهتفوا للبطل اللي انقذهم من الاورك، فبيقول لاخته ان تقريبا اللي عملتيه اتنسب ليا. قالت له مش مشكله، لما اخويا بيتمدح انا ببقى مبسوطه. ما علينا. فبيروح النقابه فبيلاقي الموظفات بيحتفلوا بيه ان تم ترقيته في الرتبه، وتقول له انك قفزت من فئه الارنب للغول، يعني اترفعت 4 مراكز. وبتقول له ان ما حدش قفز القفزه دي قبل كده، وبتدي له شاره الغول، وبتقول له انها وثيقه بتصدر في العاصمه وغير مسموح ليك بيعها او تديها لحد. وبتقول له ما ينفعش تزور تصنيفك، يعني ما ينفعش تقول انك في تصنيف اعلى وانت ضعيف، دي جريمه خطيره ولو كشفوا امرك هتموت، واكيد مش محتاجه قلق من انك تعمل حاجه زي دي. بيجري طبعا يروح لاخته وبيقول لها تخفي قوتها وتبين اللي هو القوي يعني. فبنسمع دوشه، فبيروح يشوف في ايه، بيلاقي مجموعه من المغامرين ماشيين بيحيوا الناس والناس بتهتف ليهم وبتقول لهم اهزموا ملك الشياطين. بيتساءل ليه كل ده وهل هم مشهورين او حاجه. المهم بنعرف انهم عشيره بالمون او عشيره وانهم رايحين يقتلوا ملك الشياطين. فاحنا بقى مركزين مع دومت بنشوف راجل قاعد سكران وبيقول ايه العظيم في الفئه دي اصلا، الواد ده مش كويس وانه مغرور. بيحاول صاحب المحل يهديه، بيتعصب عليه وبيرفع فاسه عليه وبيكسر الترابيزه والناس كلها بتخاف منه، وبيقول ان فئته اتخفضت لكنه لسه في فئه الغول. فبتقول صاحبه المحل اللي اشترى منه الاسلحه ان عندنا حد وصل للفئه دي جديد ويقدر يهزمه. طبعا كله يبص للبطل بتاعنا وبيقولوا له ارجوك اهزمه وخد حقنا، حد عايز من ده حد يعني، بالله عليك ده منظر حد يساعدكم ولا يهزم حد؟ المهم بيقول لاخته خطه عشان يطلع من الموقف ده ومحدش يعرف انه ضعيف، وبيقرب من الراجل يقول له انت متضايق ان زميلك الاصغر رايح يقتل ملك الشياطين وبقى اشهر منك؟ فبيهجم عليه الراجل، فبيحرك ايده فبتتشال الارض من سحر اخته وبيقول ايه رايك اهاجم جسمك بده؟ فبيجري الراجل والناس كلها بتهتف له
الولد يعني فاهم. المهم بعد مده بقى الحلقه خلصت وبدانا الحلقه الجديده، فبنروح للمغامرين اللي كانوا رايحين يقتلوا ملك الشياطين وهم مهزومين، هو عين على الارض، وبيقول قائدهم اننا طردنا التنانين لكننا اتذلينا هنا. وبيسال الشيطانه اللي واقفه قدامه انت اسمك ايه؟ قالت له انا ببساطه شخص اقوى بكتير من التنين. بيتعصب وبيهجم عليها فبمنتهى السهوله بتقتله، او ده اللي احنا كنا فاكرينه فاهم. وبتقول كالعاده هزمتهم كلهم بضربه واحده، امتى هقابل مقاتل يقدر يواجهني؟ حرفيا هو السيناريو المفضل، هو ده السيناريو، نخلق صراع ما بين قوى الشر وقوى الخير بطريقه دراماتيكيه. بنروح للبطل بتاعنا هو سايب اخته وبيقول انه مش لازم يعتمد عليها في كل حاجه، هو هيتولى مهمه ممكن يعملها بنفسه. تقول الموظفه لو ممكن اقترح ليك مهمه بصفتك فئه غول، راجل كبير وكبره، وبتدي له مهمه صيد ترول او الحصول على بيضه. بيقول في سره ان المهمات دي صعبه جدا ومش هيقدر يعملها لوحده، وانه لازم يخليها تديه مهمه ممكن يعملها بسرعه ويرجع البيت. وبيقول لها مفيش اي مهمه سهله وقريبه هنا. قالت له زي مهمات فئه الارنب وفي عفريت. يقول لها مش عاوز انسى شعور اول مهمه ليا، ولو البلده وقعت في خطر اقدر ارجع بسرعه. اكذب يا اخويا. طبعا اقتنعت بكلامه واديته مهمه جمع نوع من انواع المشروم. بيروح الغابه وبيجمع المشروم الالوان، ولا لا مش الالوان اللي في دماغك، ها مش الالوان اللي في دماغك. وبيسال نفسه هو ليه مفيش مغامرين تانيين، وبيبص يلاقي يافطه مكتوب عليها احذر الدببه. في لحظتها بيظهر دب وراه وبيبدا بطلنا الجميل يجري منه، وبعدين بيفتكر انه عنده مهاره رمي الحجاره، فبيجرب يرمي الدب بالمشروم، فبياكل الدب المشروميه وبنلاقي نار زرقاء بتهجم على الدب وبيطير الولد، وبيفتكر ان اللي انقذته اخته وبيقول لها اسف يا اختي. وبعدين بيبص يلاقي رون وتقول له غريب مش متضايقه انك بتقول لي ان اختك الكبيره. هنا طبعا انا قفلت الانمي، رحت لغيت اشتراك النت وجبت كلورا طهر عيني من القرف ده، يعني كل الافكار خلصت وكمان في عقم في الاحداث. بس يا جماعه ما تتفرجوش على الانمي ده عشان كده وان بيس عم